السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مطبخ ويا. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. معانا النهارده هنعمل فراخ مشوية، وهنعمل رز بسمتي، وهنعمل ملوخية وتومية. والفراخ هتشوفوها دلوقتي التتبيلة بتاعتها، وهتشوفوا ازاي بنقعها في محلول، وهتشوفوا التتبيلة معايا. ماشي دلوقتي معايا. بصوا دلوقتي انا نقعت الفراخ في ليمون وفي دقيق وفي الملح. بصوا منظر الفراخ عامله ازاي. بصوا ما فيهاش ريحه الدم خالص، ومن الافضل تشيلوا الجلد احسن يعني. دلوقتي بقى بصي بقى هنفتح الحته دي كده بالسكينه اهي، عشان التتبيله تدخل لها جوه اهي. حتت كده تفتحيها كده اهو، هنفتحها كده اهو، هنفتح الباقي. معانا دلوقتي التتبيله بقى، هقول لكم التتبيله ايه. وكده معانا البهارات. بصي كده دي زبادي، دي بابريكا، ديت مش بتاع ده بهارات فراخ، مشويات، فلفل اسمر، جنزبيل، صويا صوص، زيت، ملح، خل، باربيكيو، بصلايه، طماطمايه، ليمونه. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنعمل البصله، هنقطع البصل اهو، نقطعها كده قطعيه كبيره، مش ممكن هي بتتفرم. والطماطمايه برضو عليها اهي كده. خلاص هضربها وارجع لكم كده. خلاص كده احنا ضربناهم اهو. البصل دي، ده البصل والطماطم اهو، البصل والطماطم. كده معانا الجنزبيل، ده المشويات، ده الفراخ، فلفل اسمر، بابريكا، الزبادي. الزبادي ليه بقى؟ بتطري الفراخ بتبقى حلوه. معلقتين بس اهو. هنحط الليمون بالمره نعصره. ومعانا كده صويا صوص، هنحط معلقه مليانه كده اهي. باربيكيو اهي برضو معلقه خل، ملح، حبه زيت. بس كده الخليط كله يتقلب مع بعض كده اهو اهو. تبقى جميله بقى في الشوي الحاجات دي. جربي واعملي التتبيله دي كده بالظبط. والافضل بقى تبيتيها ليله كامله. بصي انا هعملها دلوقتي ساعتين عشان مفيش وقت، انا ما لحقتش يعني اتبلها من قبلها بيوم. انت بقى تبليها من قبلها بيوم، هتديكي والله نتيجه جميله وطعم وتست جميل. خلاص كده اهو. بصوا انا ايدي نضيفه اهو. هندخل كده زي ما قلت لكم الفتحات اللي احنا فتحناها من جوه كده اهو. وتقومي بقى ايه كده اهو، شايفين اهو. وبقول لكم زي ما بقول لكم قبلها بيوم هتبقى جميله، تشرب كده من جوه هتبقى حلوه. زي ما قلت لكم تعملوا في الفتحات كده. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، يعود عليكم بخير يا رب وعلى امه محمد. والصايم بقى ربنا يقويه في الحر اللي احنا فيه دوت، والله العظيم يعني حر حر يعني. وربنا ان شاء الله يقدرنا. افتح دي اهي، دخلي كده. بصي الحشو من جوه، والله التتبيله ريحتها جميله اهو حبايبي اهي. هدخلها بقى التلاجة ساعتين كده وهنشويها مع بعض.
دلوقتي دخلت الفراخ في التلاجة. هنعمل بقى معانا ايه؟ معاكم التوميه. التوميه ايه؟ معانا كوبايه ميه، كوبايه ميه. التوميه دي بقى ولا اجدع مطعم يعملها. هنحط معلقه ونص نشا، معلقه ونص على الكوبايه اهي، معلقه ونص. تدوبيها الاول كده، تدوبيها خالص لغايه ايه اهي. بصي اهو. بعد كده بقى ايه؟ نرفعها على النار. بس تقعدي تقلبي فيها، اوعي تسيبيها. اه نقعد نقلب فيها نقلب مع بعض كده اهي، ما تسيبيش ايدك خالص. بصي هتغلي اهي، هي مش هتغيب يعني عشان دي مع كوبايه ميه. تبقى جميله بقى مع الفراخ المشويه، مع لحمه مشويه، مع الكفته. داخل العيد بقى واعملي توميه بقى واعملي طحينه بقى اهو. بصي هتتقل اهي كل، بصي اهي اهي، بصي اهو هتتقل. بصي ما بسيبش ايدي خالص، تقلبي فيها كده كده ايه. شايفين القوام اهي اهي. بصي اهو، بصوا كده اهو، بصوا اهي اهي. بصي مش مكلكعه ولا اي حاجه اهي. بصي اهي. عشان نحطها بقى ايه في الكبه. بصوا تهدى شويه. اقول لكم بقى تحط فيها ايه؟ حته تومه صغننه، لو كترتي توم هتلسع منك مش هتبقى حلوه. ونص ليمونه وزيت ومايونيز والملح والخل. بس مش عايزه احطها سخنه على طول، عشان ايه؟ بقلب فيها بس تبرد شويه بس. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروا الله، لا اله الا الله. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا شويه ملح، شويه خل، شويه كده صغيرين، شويه الملح، وشوفي حسب ما انت بقى ايه. شوفي حط انت ايه. مايونيز اهو. هنحط كده ونشوف برضو، ونشوف ندوق. وشويه بقى الزيت في الاخر. حته التوم اهي. بصوا قد ايه، مش عايزه توم كتير اهي. بصوا قد ايه عشان ما تلسعش منكم. نص الليمون كله فوق بعض، وهنضربها في الخلاط. وبعد في الاخر بقى الزيت اهي. خلاص كده هنشغل بقى الخلاط. هنحط الزيت بقى حبه حبه. نحط حبه زيت ونضرب. الزيت ده هو اللي هيظبط القوام بتاعها. بصوا هي هتتقل على فكره. ما تحطيها في التلاجة، لازم تحطيها في التلاجة. وما تحطيها في التلاجة يا ريت تحطيها كده بحالها زي بالبتاعه دي كده، عشان لما تيجي تطلعيها هتضربيها ضربه هتفك معاكي تاني وهتبقى حلوه سايله اهي كده. بصي اهي، بصوا شايفين كده. هنحطها في التلاجة بحالها كده، مش هفضيها اهي. هغطيها كده واحطها في التلاجة. وبرده هوريها لكم. هنقع الرز نص ساعه وهنيجي نعملوه مع بعض. هنحضر بس التوابل بتاعته. ده ايه بقى البهارات بتاعت الرز اللي قلت هحضرها. معانا هنا لومي، ومعانا هنا حبهان، ومعانا بتاع ده عود قرفه، معانا قرنفل وورق لورا، ومعانا زعفران، ومعانا كاري. دلوقتي هنحط حته سمنه. في بيعملوه بزيت بس انا بحط حته وحته. هنحط حته سمنه مش ياما، وحبه زيت عشان يفلفل الرز كده. هننزل بالبهارات. بص عايزه احط القرنفل والحبهان في البتاعه دي، وبسقطها كده ايه في الحله، عشان لما باجي اطلعها بطلعها ايه برمي عشان مش هيبان مع الرز كده احلى اهي. بحطهم كده مع بعض
اهو بقفل عليها وبحطها في قلب بتاعه الرز كده، لكن دول بحطهم مع الزيت ومع السمنه اهو، اشوحهم كده مع بعض اهو حبه كده، وبعد كده احط الرز. احلى حاجه بقى تجيبي زعفران، بيبقى جميل، الصفار بتاعه بيبقى حلو. في بيحط كركم، ما عندكيش زعفران حطي كركم يعني يمشي كده. الفراخ معانا يبقوا شايفين، عايزين نقلبوها مع بعض شيء قوي. ما اقولكمش بقى على الريحه بقى. كده نقلب معلش شويه. شم ريحه البهارات، انا عارفه انت شماها ريحتها حلوه. اول ما تشميها بقى انزلي، انت شميتيها دلوقتي بقى انزلي خلاص. يلا الرز اهو. لو اللون فاتح معاكي حطي حبه زعفران تاني، هو فاتح حطي حبه زعفران تاني، حبه اهو عشان يديكي اللون الاصفر. بس كده هنحط الميه وبس، هو كده لونه حلو وحلو. ريحته جميله والله العظيم. اتفضلوا معانا. ينشف شويه بس مع التقليبه كده، ونحط الميه كده. نحط الميه بصوا الرز البسمتي ده بيعوز مقدار ميه اكتر من الرز العادي. هو كده حلو على فكره. انا بعمل اي رز بالبركه، ما بحبش اعاير. احط ملح بس كده، هو كده اللون مناسب حلو اهو، حلو كده اصفر حلو. بس كده خلاص بقى هنعمل ونحطه على الشياطه ونوطي عليه. هنعمل الملوخيه والفلفل بصلصه، وهوريكم الملوخيه بتتعمل ازاي. بس حبه ملوخيه بقى من ايدي. خلصنا اهوت الفلفل بالصلصه زي ما قلت لكم. هعمل ملوخيه، احط بقى حته الفحمه عشان تدي ريحه الشوي بقى، التيست الحلو ده اهو. بصوا كده حبه زيت ونغطي. شايفين؟ بصوا شايفين؟ بس كده. نيجي بقى نعمل الملوخيه. بصوا بقى، معانا توم، معانا كزبره، معانا ايه توم، معانا فلفل اسمر. هنحط حته تومه اهي، دي نيه، دي بتتحط هنا كده الاول. بعد كده حبه فلفل اسمر، كزبره، معلقه حلوه كده كزبره حلوه عشان الملوخيه هي كزبره. نقلب بقى كده تاخد غلوه بس بيهم. بص الشوربه دي انا بقى اما ببقى بشوي لحمه بشوي فراخ، اجيب شوربه منين؟ بكون بقى سلقه ساعات فراخ لحمه، بيكون عندي فايض شوربه اقوم حطاها في الفريزر. اهي نفعت اهو، طلعت حبه وعملت بيهم ملوخيه عشان الفراخ مشويه كده. هننزل بقى ايه بالملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكري الله، لا اله الا الله، صلوا على النبي حبايبي عليه الصلاه والسلام. ربنا يتقبل منا الصيام يا رب يا رب، في ايام مفترجه يا رب. ادعوا لاولادكم، وادعوا لامه محمد، وادعوا لفلسطين، ربنا يزيح الغمه عنهم يا رب، ربنا معاهم. بص كده الملوخيه كده بصي كده حلوه. ما بتحطي التومه بتخف شويه، واحنا ما بنحبهاش خفيفه عشان لما تيجي تغمسيها اللقمه ايه تتغمس كده قبل ما تغلي. اهي خلاص كده. دي بقى زياده، دي احطها في الفريزر. هنيجي نعمل التومه بقى، الطشه بتاعت الايه، حته تومه كده اهي برضو، حبه كزبره، بصي انا بعمل ملوخيه بزيت، في ناس بيعملوها بسمنه، انا بحب اعملها بالزيت. جربي الزيت وقولي لي. انا جربت السمنه ما عجبتنيش.
انا بحب اعملها بالزيت. ريحه الملوخيه لسه ما حطيتش التومه، والله ريحتها جميله. كده بص، انا مش عايزاها تحمر قوي، لما تبقى فاتحه بتبقى حلوه. اي حاجه في الطبيخ على فكره بتبقى بصل تومه، لما بتبقي خليها ذهبي كده بتبقى حلوه في الطبيخ. خلاص كده اهو. انا عايزه اللون ده كده، مش عايزاها غامقه. يا سلام يا سلام على الريحه. سامعين الطشه؟ شامين الريحه؟ اهي كده الملوخيه خلاص. هنيجي بقى فين؟ للتوميه اللي احنا حاطينها في التلاجة اللي قلت لكم عليها. اهي بصوا التوميه اللي قلت لكم هتجمد، شايفينها؟ بصوا عاملينها ازاي، شوفوا اهي. تعالوا بقى شوفوا هتعمل ايه. اما نديها ضربه بقى في الخلاط اهو كده خلاص. اهي هتشوفوا بقى القوام دلوقتي ايه. بصوا خفت، بص اهي بقت خفيفه اهي. شفتوها الاول؟ عشان كده بقول لكم لو عملتوها سيبوها زي ما هي في الكبه. حبه توميه بقى باللحمه المشويه، بفراخ مشويه، بكفته، بالهنا والشفا. توميه سوري اهي. جميله والله جميله. بس انا ما دقتش بعملها والله كده كل مره تبقى حلوه. كده بقى هنحط ايه بقى معانا الفراخ بقى نغرف كده خلاص. شايفين الفراخ بقى مشويه، ريحتها الله على الريحه، الله على الريحه، ريحه تجنن. يا ريت والله تيجوا تشرفونا ونفطركم. اهي بصوا الرز مفلفل ازاي، بصوا اهي واحده بوحدتها، شايفين اهي. بصوا مش معجن ولا اهي. بصوا اللون حلو كده. هو زعفران بس اللي حطيته والله والكاري بس، مش حاطه حاجه تاني. كده هنغرف الملوخيه معانا ايه اهي. بصوا بقى تقلها قوي، خفت شويه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك، استحق بقى الاشتراك واللايك. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، والنهارده ده اكلنا، وما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك.